عن النون. هنتكلم عن ايه؟ النون يا أسيل احنا اتفقنا ان في منه نوعين، لا اما يكون countable نقدر نعده، لا اما يكون uncountable ما نقدرش نعده. يبقى لا اما يكون ايه او ايه؟ countable يعد، countable نقدر نعده نقول عليه يعد، و uncountable ما نقدرش نعده. طيب الكاونتابل يا حبيبتي او اللي بنقدر نعده يعني بنقدر نخليه singular مفرد او برولر جمع. الكاونتابل اللي بنقدر نعده بنخليه ايه؟ لا اما singular مفرد، حاجة واحدة بس singular مفرد، قولي معايا حاجة واحدة بس مفرد، حاجة واحدة بس مفرد، حاجات كتيرة جمع برولر، حاجات كتيرة جمع. حاجات كتيرة جمع. يبقى الاسم اللي بنقدر نعده بنقدر نخليه حاجة واحدة بس مفرد، حاجة واحدة بس مفرد، حاجات كتيرة جمع. حاجات كتيرة جمع. طيب لازم نعرف بقى يا أسيل ايه هي علامة المفرد، علامة الكلمة اللي بنقول عليها مفرد. علامة المفرد a or an. علامة المفرد مين؟ an or an. a or an. a or an. علامة الجمع اس الجمع. علامة الجمع اس الجمع. يبقى ايه هي علامة المفرد؟ فأوقات كتير المفرد بتاعنا لازم نحط له a or an، والجمع بتاعنا لازم نحط له اس الجمع. في حاجات تانية بس ده اللي احنا بنبقى عارفينه وشايفينه كتير. يعني دلوقتي يا أسيل لو عندي أسيل، نعم. دلوقتي يا أسيل لو أنا عندي كلمة اسمها a book، يعني كم كتاب a book؟ book يعني كتب. ليه كتب؟ ما في a book يعني مفرد. ايوه ده مفرد. ليه مفرد؟ لان دي كده علامة ايه؟ يبقى طالما هي a book يبقى نحطها في المفرد في السينجولار. طب انا لو عندي أسيل، لو انا عندي boys يعني boy يعني ولد ولقينا فيها اس boys. جمع. عرفتي منين ان هي جمع؟ boys و girls دول جمع. عرفتي منين ان هي جمع؟ عرفتي منين ان هي جمع؟ عشان فيها ايه يا أسيل؟ اس. فيها اس الجمع، يبقى نحطها في الجمع boys جمع. طب انا لو عندي an apple، apple يعني تفاحة، لو لقيت an apple يبقى مفرد. في an موجودة يبقى نقول عليها مفرد singular، يبقى an apple singular. طب انا لو لقيت يا أسيل apples، apples. apples كده جمع. كده جمع. ليه جمع؟ apples في اس، في آخر كلام في اس. عشان apples فيها اس، يبقى هنا هنحطها في apples، نحطها في الجمع. يبقى مين هي علامة السينجلر، علامة المفرد؟ مين هي علامة المفرد يا أسيل؟ الآ والآن. مين علامة المفرد؟ والآن. آ or آن. مين علامة الجمع؟ اس. اس الجمع. طيب يلا قوليلي بقى لو لقينا girl، girl يعني بنت ولقينا قبلها girl،
كده آه، كده مفرد a girl نحطها في علامة السنجلر المفرد. طب لو لقينا يا أسيل flowers flowers. جمع عشان في اس في آخر الكلام. كده يبقى في اس عشان كده بقيت جمع، يبقى نحط لها اس ونخليها في عيلة الفلاورز الجمع، عيلة الجمع عشان في اس الجمع. يبقى كده عرفنا ايه يا أسيل؟ ان الاسم بتاعنا في نوعين، لا اما يكون countable لا اما يكون uncountable، يعني يعد او لا يعد. طيب لو هو يعد في منه نوعين، لا اما يكون حاجة واحدة بس singular يعني مفرد، حاجات كتيرة برولر. يعني ايه برولر؟ يعني جمع. ايه هي علامة السنجلر؟ علامة السنجلر a or an، علامة المفرد الA والان. طب مين هي بقى علامة البرولر؟ الجمع اس الجمع. علامة البرولر الجمع اس الجمع.